أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس نتورك فاندمنتالز اند كونسبتس. النهارده ان شاء الله هنبتدي مع بعض اول حلقه عندنا في البراكتيكالز، وهتكون بعنوان Introduction to Wireshark Tool. هنبتدي حلقتنا النهارده بانترودكشن سريعه كده عن تول الواير شارك، وهنتعلم مع بعض ازاي نعمل لها سيت اب، وهنعرف مع بعض ايه هي الانجنز اللي بنستخدمها في الواير شارك تول، وبعدين هنبتدي اننا نستعرض معظم البروتوكولات اللي شرحناها في الكورس على الواير شارك تول. والواير شارك تول من التولز المهمه جدا لاي طالب عايز يدرس نتورك اناليسيس وعايز يكمل في مجال الشبكات. فلو حضرتك عايز تكمل دراسه شبكات وتتخصص نتورك اناليسيس لازم تكون محترف واير شارك تول. احنا في الكورس هنتعرف عن الواير شارك وهندي فيه مقدمه وهنستعرض شويه بروتوكولات، ولكن مش هنشرح الواير شارك تول او هندي فيه كورس كامل عنه. فاي طالب حابب ان هو يتخصص في النتورك اناليسيس او يكمل في مجال الشبكات بشكل عام لازم طبعا انه ياخد كورس واير شارك تول من A to Z. ولكن احنا في الكورس هنركز اكتر على استعراض البروتوكولات، وان شاء الله هنشوف ده مع بعض في الحلقه بتاعه النهارده، وهنتعرف برضو عن البرنامج وهندي عنه انترودكشن سريعه كده ان شاء الله. وات از واير شارك تول؟ واير شارك تول ده واحد من اقوى واشهر الاداه اللي موجوده في العالم في مجال النتورك اناليسيس او لتحليل بيانات الشبكه بتاعتك. فالهدف منه تحليل الباكت اللي بتتبعت بين الاجهزه، وطبعا مش هو الوحيد في المجال ده او التخصص ده، لا في كمان مايكروسوفت عندها تول خاصه بيها بتعمل نتورك اناليسيس، وفي شركات كتيره جدا، ولكن اقواهم هو الواير شارك تول. وده اولا عشان هو فري واوبن سورس، يعني المطورين تقدر تطور منه في المستقبل او حضرتك تقدر تطور منه في المستقبل لو انت بروجرامر شاطر او ايا كان. وفي مئات الديفلوبر اللي طوروا فيه من حيث السوفت وير كومبوننتس اللي جوه الواير شارك ذات نفسه، المسؤول عن التشريح بتاع الباكت او الجرافيك يوزر انترفيس بتاعه او ايا كان. والواير شارك عشان يشتغل ويبدا يعمل اناليسيس للترافيك بتاعه النتورك بتاعتك لازم يعتمد على انجن مهم، وهو الوين بي كاب، ويندوز باكيت كابتشر. والوين بي كاب هي عباره عن باكيت كابتشر وفلترنج انجن، فهو سوفت وير كومبوننت بسيط بيتعمل له سيت اب، واصلا هو كان معمول ليونكس ولينكس في الاول، واسمه كان لايبراري باكيت كابتشر ليب بي كاب. فلما الواير شارك نجح وسمع جامد عملوا نسخه من الانجن ده للويندوز وسموها ويندوز بي كاب. فالوين بي كاب هي المرحله اللي قبل الواير شارك، يعني الواير شارك عشان يبدا يشوف الترافيك ويتعامل عليها ويديك امكانيه انك تسيفها او تطبق عليها مفهوم الاناليسيس، مش هيقدر الواير شارك يعمل لك ده كله غير لما يكون الويندوز بي كاب موجود او الليب بي كاب موجود في يونكس او لينكس. فباي ديفولت وانت بتعمل سيت اب للواير شارك تول الويندوز بي كاب بيكون جواه. طيب حضرتك كده كده بتستلم مني لينك درايف بيكون فيه كل الداتا وكل ما يخص اي حاجه عن الكورس، يعني هتلاقي فيه الواير شارك تول، وهتلاقي فيه الويندوز باكيت كابتشر اللي هو الوين بي كاب، وهتلاقي كمان فيه سيمبل بي كابس هي دي اللي احنا هنستعرضها ان شاء الله في البروتوكولات في الحلقه بتاعت النهارده، وكمان هتلاقي فيه برنامج الفي ام وير، وكمان هتلاقي فيه البي دي اف بتاع الباوربوينت سواء النظري او سواء البراكتيكال. فدلوقتي حضرتك لما تنزل الواير شارك تول هنتعلم مع بعض ازاي نعمل سيت اب. فالبس زعبوطك ويلا بينا على معمل الاختراقات. تمام، المفترض انك نزلت دلوقتي الواير شارك تول والوين بي كاب. طيب احنا كده كده باي ديفولت لو عملنا سيت اب للواير شارك تول على طول هو هيسطب لنا الوين بي كاب او اي انجن تاني علشان يقدر يشتغل، عشان زي ما اتفقنا قلنا ان الواير شارك تول بيحتاج انجن عشان يعرف يشتغل. بس احنا هنعمل حاجه احسن اللي هو الاوبشن التاني، ان احنا عشان نضمن بس ان هو اتسطب هنسطبه هو الاول وبعد كده نسطب الواير شارك تول. فهنفتح الويندوز بي كاب، نيكست عادي، نيكست اي اجري، انستول، فينيش. كده احنا عملنا سيت اب للويندوز بي كاب. دلوقتي هنعمل سيت اب للواير شارك تول، نيكست برضو، نيكست. هنا بقى الادوات اللي موجوده او السوفت وير كومبوننتس اللي موجوده. بالنسبه للتي شارك هو سوفت وير كومبوننت بينزل مع الواير شارك، بس بيديك امكانيه انك تعمل نتورك كابتشر عن طريق السي ام دي، يعني عن طريق انك تكتب كوماندز تنفيذ اوامر تبدا عمليه الكابتشر تتم. والتي شارك ده بيكون كويس في حاله لو النتورك جهازك عليها ترافيك عالي، ففي الحاله دي بتستخدم التي شارك. فهنسيبهم كلهم زي ما هم وندوس نيكست. هختار طبعا واير شارك ديسكتوب ايكون، انا عايز اكون عندي على الديسكتوب. بعد كده نيكست. شوف انت عايز تعمله سيت اب فين، انا بسيبه عندي على السي، وانت شوف برضو انت عايز تعمله فين وسيبه ودوس نيكست. هنا بقى لو خدت بالك currently installed ان بي كاب فيرجن اللي هو النتورك بي كاب اللي احنا لسه مسطبين دلوقتي اللي هو الوين بي كاب. فلو انت ما كنتش مسطبه هتلاقي دي كده مفتوحه معاك، فبالتالي انت ايه هتختارها دلوقتي. حاسس ان انت سطبت بي كاب اوريدي فهو مش محتاج ان احنا ننزل النتورك بي كاب خلاص، لان هو كده كده ايه احنا عملنا سيت اب دلوقتي للويندوز بي كاب. فهندوس نيكست. والاوبشن ده برضو معناه انك تعمل كابتشر على مستوى الترافيك اللي رايحه وجايه من الفلاش ميموري، فاحنا مش هنعمل لها سيت اب
لان احنا كده كده مش هنشرحها في الكورس، وهندوس انستول. طيب المفترض ان هو كده نزل معاك، فهتدوس نيكست بعدين فينيش. طيب بعد ما سطبنا الواير شارك تول هنرجع بس للباوربوينت عشان حابب اوضح كام نقطه مهمه لمعظم الناس. انا مش هشغل برنامج الواير شارك وابدا ابعت او استخدم اي بروتوكول وابدا اقرا البيانات اللي بتتبعت من البروتوكول، لا انا مش هعمل كده. لكن زي ما قلت في الحلقه زيرو، انا هعمل سيرش في جوجل على البي كاب سيمبل اللي ممكن اشغلها في برنامج الواير شارك، فهستخدمها كاكزامبلز المجموعه من البروتوكولز اللي بتشتغل عندي على برنامج الواير شارك، فهقدر ان استخدمها في عمليه التطبيق من غير ما احتاج ان استخدم اي بروتوكول. يعني مثلا لو انا حابب استعرض بروتوكول الارب، فلو رحت للموقع ده هلاقي فيه ملف جاهز محتوى على مجموعه من الباكت والبيانات، واقدر ان استخدمها وفعلا اشوف ايه محتوى البروتوكول ده والدور اللي بيقوم بيه. ففي حلقتنا النهارده هنستعرض معظم البروتوكولز اللي بتستخدم في مجال الشبكات، وهنشوف مع بعض المحتوى اللي موجود جوه البروتوكولز دي باستخدام الواير شارك تول. طيب هنبتدي ببروتوكول التي سي بي. المفترض ان حضرتك خلاص ذاكرت وفهمت البروتوكولز كلها، واتفرجت على حلقه التي سي بي اي بي بروتوكول سويت، وفاهم دلوقتي يعني ايه ترانسميشن كنترول بروتوكول، واتكلمنا مع بعض عن التي سي بي هيدر اللي هو اللي قدام حضرتك ده، وشرحناه بالتفاصيل كويس جدا، والمفروض ان حضرتك تكون ذاكرت وفهمت الدنيا كلها. طيب احنا هنعمل ايه بقى النهارده ما يخص التي سي بي؟ عشان نفتكر التي سي بي هيدر فهستخدم الواير شارك تول عشان اشوف المحتوى اللي قدامنا ده عن طريق الواير شارك تول. فيلا بينا البس الزعبوط تاني ويلا بينا على الواير شارك تول. طيب دلوقتي حضرتك هتنزل فايل البي كاب من لينك الدرايف اللي هكون مديهولك، وبعدين هتفتحه ويتفتح لك على الواير شارك تول بالمنظر اللي قدام من حضرتك ده. فدلوقتي هنستعرض فيه الهيدر الخاص ببروتوكول التي سي بي. لو خدت بالك في البرنامج انه بيديك البروتوكولات المستخدمه كلها، فاختار بروتوكول التي سي بي، واللي هتاخد بالك منه ان الفاليو بتاعت السيكونس بتساوي 0. ولو جيت شفته هنا تحت في الواير شارك هتلاقي ان البروتوكول هو عباره عن التي سي بي، ومديك السورس والديستنيشن. بس انا هدوس على السهم ده عشان اقدر اشوف البيانات اكتر ونفهم مع بعض كده التي سي بي هيدر. فلو خدت بالك هتلاحظ ان كل ده اللي احنا قلناه في التي سي بي هيدر في الجزء النظري. هتلاقي السورس والديستنيشن والسيكونس نمبر والاك نمبر، وطبعا عندي الفلاجز. فهنلاحظ هنا ان القيم كلها بزيرو ما عدا السن بيساوي 1، ودي اللي هي الخطوه الاولى في الثري واي هاند شيك، وده معناه انه بيستخدم الفلاج ده. طب لو جيت اخترت المرحله الثانيه هتلاقي ان الفلاج المستخدم هو السن برضه اللي جالنا من جهاز السيرفر، والاك بواحد. طب لو رحت للمرحله الثالثه اللي هي الاخيره هتلاقي ان هي عباره عن رساله الاك من جهاز الكلاينت وقيمتها برقم 1. اذا نفس الهيدر اللي شفناه في النظري موجود قدامنا دلوقتي في الجزء العملي، وده طبعا هيساعدك انك تفتكر الفلاجز اللي موجوده في التي سي بي هيدر وتعرف الهدف منها وتتدرب اكتر، وطبعا تفتكر الموضوع كله. طيب بعد ما عملنا استعراض للتي سي بي هيدر، دلوقتي هنستعرض اليو دي بي هيدر يوزر داتا جرام بروتوكول، ونشوف الهيدر بتاعه اللي احنا اتكلمنا عنه برضه في الجزء النظري. ويلا بينا نفتح الواير شارك ونشوف الموضوع ده. فهنفتح البي كاب، هنحدد البروتوكول، لو كان في كذا بروتوكول تاني مختلف عن اليو دي بي هنحدد بروتوكول اليو دي بي، وهنبص تحت على يوزر داتا جرام بروتوكول، دوس على السهم هنلاقي فعلا السورس بورد والديستنيشن بورد واللين اللي هو اللينس والتشيك الصم، وطبعا هنا دي الداتا فعلا كل حاجه موجوده. فده كده كان خاص باليو دي بي هيدر. تعالوا نشوف كده بروتوكول تاني غير التي سي بي واليو دي بي. طيب دلوقتي هنستعرض مع بعض الانترنت بروتوكول الاي بي، وهنشوف مع بعض كده الهيدر ده ازاي بنقدر نشوفه على الواير شارك تول. يلا بينا. فكالعاده هنفتح البي كاب بتاعتنا، بعدين هنختار البروتوكول اللي احنا عايزين نشوف الهيدر بتاعه او عايزين نشوف المحتوى بتاعه يعني. فهنا هتبص تحت هتلاقي انترنت بروتوكول فيرجن 4، فطبعا هنا مكتوب لك فيرجن 4 عشان احنا دلوقتي بنشوف فيرجن 4. فلو كان فيرجن 6 هتلاقي مكتوب هنا مثلا ايه فيرجن 6 مكان 4. فهتلاقي الهيدر لينس والتوتال لينس طبعا. بعد كده هتلاقي بروتوكول اي سي ام بي، وده معناه ان الاي بي هو قاعد بيوجه، ولكن الهدف من التوجيه ده التعامل مع بروتوكول الاي سي ام بي. وكمان هتلاقي السورس ادرس والديستنيشن ادرس، يعني الاي بي ادرس بتاع السندر والاي بي ادرس بتاع الريسيفر، وفي الاخر طبعا عندي الداتا اللي جايه لي. طيب دلوقتي هنستعرض بروتوكول الاتش تي تي بي وبعدين بروتوكول الاتش تي تي بي اس. فبرضه هنفتح البي كاب بتاعنا، هنختار بروتوكول الاتش تي تي بي تحت التي سي بي اهو، بعدين هنشوف المحتوى بتاع اتش تي تي بي هايبر تكست ترانسفير بروتوكول تحت التي سي بي. تمام. هنلاقي بقى ايه امر جيت، وده معناه اني حابب اني استعرض الموقع ده والفيرجن بتاع الاتش تي تي بي 1.1، وعندك مجموعه من البيانات من ضمنها نوع المتصفح وبرضه عنوان الموقع اللي هو الهوست، ومجموعه ثانيه من البيانات، وده طبعا عباره عن ريكوست يعني هو قاعد دلوقتي بيطلب. فخلونا نشوف لو عندي ريسبونس. انا عندي ريسبونس اهو. فاللي هتاخد بالك منه 200، و200 دي عباره عن ان تم قبول الطلب ده ودلوقتي بيتم الرد على جهاز الكلاينت لاستعراض الموقع، ونوع السيرفر
سيرفر اباتشي وبرضه مجموعه تانية من المعلومات، وبعدين بيتم استعراض الموقع، واللي هناخد بالنا منه ان العمليه عباره عن ريسبونس. طبعا ريسبونس للريكوست او طلب اللي حصل سابقا لاستعراض الموقع اللي هو كان عايزه. خلونا بقى نشوف بروتوكول ال HTTPS. طيب هنشوف مع بعض دلوقتي ال HTTPS. هنفتح البي كاب، هنستعرض البروتوكول اللي بيستخدم في عمليه التشفير اللي هو ال TLS Transport Layer Security. فلما بيشتغل بنلاقي مجموعه من الخطوات، فاللي هناخد بالنا منه ان هو تحت التي سي، فهندوس على السهم كالعاده. فالبيانات بتاعته هتلاقي انه بيبعت رساله مثلا لجهاز السيرفر كلاينت هلو، والخطوه الثانيه هنلاقي ان الرد جاي من جهاز السيرفر اللي هو سيرفر هلو، فهو رد على الرساله وبعت سيرتيفيكيت او الشهاده اللي بتحتوي على الكي، وبعدين جهاز الكلاينت هيقوم بالخطوه الثالثه في عمليه استخدام البابليك كي اللي جاي من جهاز السيرفر، هيشفر السيكريت كي اللي حصل وبعدين هيبعت للسيرفر. وبعدين عندي عمليه التشفير الاخيره، ان خلاص تمت عمليه التشفير بين الطرفين في السيرفر ده، فخلاص اتاكد ان المرسل هو جهاز الكلاينت وبياناته صح. بعد كده تبدا عمليه انشاء مسار مشفر لارسال واستقبال البيانات. هنستعرض دلوقتي بروتوكول الاس ام تي بي. فهنفتح البي كاب، هندور عليه اهو موجود، فهنيجي نبص عليه اللي هو طبعا سمبل ميل ترانسفير بروتوكول، طبعا تحت التي سي بي وبورت 587. تمام. الريسبونس ف 220 دي معناها ان السيرفيس جاهزه للتعامل. وطبعا من ضمن الباكتس اللي موجوده هلاقي طبعا الاوس لوجن، ودي اللي هي اللي تخص يعني اليوزر نيم والباسورد بتاع الايميل، فهنشوفها هنا عند يوزر نيم اهو. بعد كده عند الباسورد ممكن ده يكون الباسورد. فلو حبيت ان استعرض البروتوكول ده واشوف عمليه التشفير بتتم ولا لا، اروح عليه وادوس كليك يمين، بعد كده فولو تي سي بي ستريم، فهلاقي ارقام وبيانات بتاعه اليوزر نيم والباسورد، وطالما هي باينه عندي بشكل واضح يبقى ده دليل ان مفيش تشفير مستخدم. طيب تعالوا نستعرض كده مع بعض بروتوكول الدي اتش سي بي ونشوف مع بعض الدورا بروسيس اللي كنا شرحناها في النظري. هنفتح البي كاب، فهنلاحظ هنا الاربع رسائل اللي كنا اتكلمنا عليهم وشرحناهم بالتفاصيل في الجزء النظري، اللي هي الدورا بروسيس. انت بتبعت ديسكفر، بتطلب من السيرفر الاي بي، بعد كده السيرفر بيرد عليك باوفر، بعد كده بيحصل ريكوست من الكلاينت، وبعدين بيحصل اك من السيرفر. تعالوا بقى كده نشوف محتوى كل رساله من الرسائل دي. تعالوا نشوف كده الديسكفر دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول، طبعا بيبقى مستخدم مع بروتوكول اليو دي بي. السورس بورت 68، ديستنيشن بورت 67، وطبعا المسج عباره عن برودكاست يعني كلها اف، لاني طبعا مش عارف الدي اتش سي بي سيرفر. وطبعا هنلاقي بيانات الكلاينت، وزي ما قلنا الاي بي ادرس هيكون كله صفار عشان مش عارف الدي اتش سي بي سيرفر. طب تعالوا نشوف كده الاوفر. يور كلاينت اي بي ادرس 192.168.0.10. ده معناه ان الاوفر الخاص من جهاز السيرفر هو الاي بي ده، يعني هو ده الاي بي اللي هيتحجز لك، وده طبعا عنوان جهاز السيرفر. بعدين الخطوه رقم 3 اللي هي الدي اتش سي بي ريكوست، هيبدا جهاز الكلاينت انه يطلب الاي بي اللي الدي اتش سي بي سيرفر كان هيحجزه له عن طريق طبعا الريكوست، وهيتم التاكيد على الطلب عن طريق الرساله الرابعه اللي هي الاك اكنولجمنت، ودي طبعا بتكون من جهاز السيرفر. طبعا هناخد بالنا من الليز تايم اللي كنا اتكلمنا عليه، اللي هو الوقت اللي هيفضل الدي اتش سي بي محتفظ له بالاي بي ده. كنا قلنا مثال ان هي الوقت اللي انت هتاجر فيه الاي بي ادرس، فهو ده الليز تايم. طبعا هنلاقي بيانات خاصه بجهاز السيرفر دي اتش سي بي سيرفر 192.168.0.1، وده اللي هو العنوان بتاع جهاز السيرفر. السبنت ماسك طبعا موجود. فهنلاحظ بقى هنا ايه، ان الواير شارك مهم جدا لانه هو بيخليني افتكر كل حاجه شرحناها في النظري. فاحنا كده عدينا على معظم بروتوكولز طبعا من ضمن البروتوكولات كلها اللي شرحناها في النظري، ولكن انا هطلب من حضرتك انك انت تسيلف ستادي بقى بقيه البروتوكولز، وتبتدي انك انت برضو تشوف من البي كاب كده وتستعرض مع نفسك وتتدرب اكتر علشان المعلومات كلها اللي شرحناها في النظري تثبت في دماغك. فالواير شارك تول اداه مهمه جدا. طبعا انا هرفع لك كل البي كابس اللي تخص البروتوكولات، وحضرتك طبعا هتنزل كل بي كاب وتفتحها وتشوف البروتوكول اللي انت عايز تستعرضه وتفهم وتطبق كل اللي احنا عملناه وشرحناه في النظري ان شاء الله. طيب احنا كده الحمد لله خلصنا النهارده. شكرا جدا ليكم جميعا، وان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه والاخيره بتاعه الفي ام وير.